ما يجوز للمرأة أن تلبسه في الصلاة وما يجزئ في الصلاة في لباسها، وهو الدرع. وقلنا الدرع هو القميص الذي يسترها ويجللها ويغطي قدميها، والخمار الذي يستر رأسها ورقبتها فلا يظهر إلا وجهها. هذه عورة المرأة في الصلاة. وهذا مذهب الجمهور، أن المرأة تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها في الصلاة، فإنه لا تغطيهم. لكنهم اختلفوا في القدمين إذا ظهرتا في الصلاة، وهذا شيء يعني كثر في النساء اليوم، أنهن لا يغطين أقدامهن في الصلاة. أنتم سمعتم أن مذهب الجمهور أن القدمين تغطيان، فإن ظهرتا أو لم تغطيا قال مالك رحمه الله فإنها تعيد. من لم تغطي قدميها في الصلاة تعيد، لكن قال تعيد في الوقت، تعيد في الوقت. فإذا ذهب الوقت خرج الوقت فإنه مضت صلاتها ولا يجب عليها إعادة. هذا قول مالك رحمه الله في المشهور عنه. وقد أشار إلى هذا الشيخ ابن عاشر رحمه الله لما قال: وما عدا وجهي وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. وما عدا وجهي وكف الحرة يجب ستره، ما عدا الوجه والكف فيجب الستر كما في العورة. هذه عورتها في الصلاة، وهي أيضا عورتها خارجها كما في العورة. واعتماد المالكية على قول ربنا سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اعتمادهم في هذا على تفسير ابن عباس لما قال: ما ظهر منها الوجه والكفان. وما عدا وجهي وكف الحرة يجب ستره في الصلاة كما يجب ستره في العورة، كما أن العورة هي عورتها خارج الصلاة هي عورتها داخلها. لكن لدى كشف انكشف صدر، انكشف شعر، انكشف طرف، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليها. الحنفية قالوا ليس على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، وليس يجب عليها ذلك. عندهم الذي يجب تغطيته من المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها وقدميها. حينئذ فهم غير داخلين معنا أصلا في هذا الفرع. وأما عند الشافعية والحنابلة فإنه إذا ظهر شيء من قدميها فإنها تعيد في الوقت وبعده، تعيد أبدا، فقد حكموا بأن صلاتها تبطل إذا لم تغطي قدميها. ونحن دائما نقول في مثل هذا: نحب للنساء أن يأخذن بالأحوط، أن يحتطن لدينهن ولصلاتهن، ولأنها أول ما يسألن عنه إذا وقفن بين يدي ربهن. كثير من الأحيان يكون الأخذ بالأحوط فيه شدة، فيه حرج، فيه صعوبة، فيه مشقة، لكن في هذه الأمور ما أسهله وما أحوطه للدين وما أخرجه من عهدة الخلاف. فالعجز، كل العجز للمرأة أن تسمع هذا وأن تعلم أن طائفتين عظيمتين من علماء هذه الأمة وهم الشافعية والحنابلة يحكمون ببطلان صلاتها، ومع ذلك تقدر على ستر قدميها فلا تسترهما. نعم. قال عبيد الله